تخيل إنك رئيس قاعد بتشجع الثورة في بلاد تانية، وفجأة تكتشف إن النار ولعت في صالة بيتك وإنت مش عارف تطفيها. ده بالظبط المأزق اللي فيه دونالد ترامب دلوقتي. الراجل اللي بيسخن المتظاهرين في إيران لقى نفسه قدام انتفاضة مرعبة في قلب أمريكا، والموضوع وصل لمرحلة الصدام المسلح في الشوارع. الحكاية بدأت ببعبع جديد زرعه ترامب اسمه قوات آيس. دول مش شرطة عادية، دول وحوش مكافحة الهجرة اللي بقوا بيلبدوا للناس عند السوبر ماركت، وأي حد ملامحه مش بيضة يوقفوه ويحققوا معاه في نص الشارع. الموقف انفجر في مينيابوليس لما الشاعرة ريني جود قفلت عليهم الطريق بعربيتها عشان تحمي الناس، فقام الضابط مطلع مسدسه ومصفيها قدام عيالها. الحادثة دي حصلت على بعد 10 متر بس من المكان اللي جورج فلويد اتقتل فيه، وكأن التاريخ بيعيد نفسه بشكل أشرس. وفي نص المعمعة دي ترامب عمل مفاجأة تخلي عقلك يشت. ساب حريقة البيت وقرر يشتري قارة كاملة. الراجل عاوز ياخد جزيرة جرينلاند بالذوق أو بالعافية عشان يطرد الصين وروسيا من المنطقة. والجدل هنا في سكوت الناتو المريب. رئيس أمريكا بيبهدل دولة عضو في الحلف وهي الدنمارك، وسكرتير الناتو ماشي جنب الحيط ومش عاوز يطلع بيان واحد يدينه. وعلى جبهة تانية ترامب قلب على بوتين لما لقاه ثعلب ومش هيدي تنازلات في أوكرانيا، فقرر يوجعه في فنزويلا. خطف مادورو صادر ناقلة نفط روسية، كأنه بيقول لبوتين لو مش هتمشي معايا بالذوق هخسرك كروتك في كل حتة. ترامب دلوقتي بيحارب في كل الاتجاهات، المهاجرين في الداخل، الحلفاء في أوروبا، وبوتين في الاقتصاد. العالم كله واقف بيتفرج على مجنون بيقود سفينة في وسط عاصفة، والكل خايف يفتح بقه. فهل المظاهرات دي هتكون القشة اللي تقطم ظهر ترامب، ولا هيقدر يبلع جرينلاند وفنزويلا ويقعد الكل على الترابيزة غصب عنهم؟ تفتكروا قوات آيس هتحميه، ولا هتكون هي السبب في انفجار أمريكا من جوه؟ شاركوني رأيكم في الكومنتات.